حسن شحاتة جه كمدرب طوارئ. مصر كانت فين قبل الجيل الذهبي؟ خسرنا حسام حسن كمان اللي اعتزل دوليا بسببه. اهلا بكم في فيديو جديد نوستالجيا الجيل الذهبي. النهارده هنفتكر مع بعض المنتخب المصري ما قبل الجيل الذهبي. بلاش كلام كتير ويلا بينا. بعد فشل المنتخب المصري من الصعود من دور المجموعات في افريقيا 2004 استقال محسن صالح اللي كان وعد الجمهور بالفوز بالبطوله، ولكنه فشل ذريع. اعتقد ان احنا خرجنا مرفوعين الراس وكسبنا احترام الجميع. بعد الفوز على زيمبابوي والخساره من الجزائر في الدقائق الاخيره يمشي حسين عيشو يدخل حسين عيشو خطيره جدا. قبل الاتحاد المصري الاستقاله وقرر انه يجيب مدرب اجنبي عشان تصفيات كاس العالم 2006، وتم التعاقد مع المدرب الايطالي تارديلي. وجه تارديلي فعلا اللي ما استمرش مع المنتخب اكتر من 5 مباريات. الراجل كسب ماتشين وخسر 2 وتعادل في ماتش، وصعب الامور جدا على المنتخب المصري للصعود لكاس العالم 2006. يلعب الارضيه خلي بالك تارديلي اللي خسر 8 نقط من اصل 15 في تصفيات كاس العالم. لا، ومع تارديلي ما خسرناش ماتشات بس، خسرنا حسام حسن كمان اللي اعتزل دوليا بسببه، وخلصت مرحله تارديلي. الشوط الاول كان نازل احمد حسن مكان محمد عطا، بدات طارق السيد باين بصمات واضحه، الكره العرضيه بتاعته خطيره، ايوبا بيحاول يلعبها، ايوبا الدين ناحيه شمال وبيحاول كره عرضيه خطره والهدف. قرر الاتحاد المصري انه يجيب مدرب مصري مؤقت، خاصه ان الامور كانت صعبه جدا اننا نصعد كاس عالم، وكمان عشان يدوروا براحتهم على مدير فني اجنبي. الشارع المصري كان في حاله غضب كبير جدا، وخاصه ان بطوله افريقيا 2006 هتكون في مصر، لكن مفيش اي امل ان مصر تصعد من المجموعات اساسا. وفي اللحظه دي ظهر اسم حسن شحاتة، الراجل اللي كان كسبان كاس مصر مع المقاولين امام الاهلي، والمقاولين ساعتها كان في الدرجه الثانيه، كسب المقاولين ب 2-1 وخد الكاس في وجود مدرب كبير زي مانويل جوزيه على الخط، والفوز بالسوبر المصري امام الزمالك بنتيجه 4-2 بالرغم ان الزمالك كان بطل الدوري المصري 2004. ده غير انه كسب بطوله افريقيا مع المنتخب المصري للشباب سنه 2003. فالراجل كان ليه اسمه برده مش جاي اي كلام. طبعا اول ما مسك الانتقادات بدات، وازاي ان مدرب مصري هو اللي يمسك المنتخب، ان الشعب المصري كان غضبان جدا، خاصه ان احنا اخر ماتش مع تارديلي خسرانين من ليبيا 2-1، وطارق التائي عمل ماتش عالمي. والهدف الاول للمنتخب الليبي، نادر كارة في تمريره ولا احلى ولا اروع ولا امتع. مش ممكن. في مطلع 2005 بقى المنتخب المصري كان عنده ماتشات وديه كتير زائد المباريات المتبقيه في تصفيات كاس العالم، وبدا المعلم بحفله بالفوز على اوغندا بنتيجه 3-0، وبعدين طلع على مدينه سول الكوريه عشان يكسب رابع مونديال 2002 بنتيجه 1-0. الناس كلها راحت قايله الله. بعدها رجعوا على مصر عشان يواجهوا بلجيكا وديه، والمنتخب المصري كسب ساعتها 4-0. وفي الفتره دي عماد متعب كان مكسر الدنيا مع حسن شحاتة وسجل 5 اهداف. وبعدها الفوز على السعوديه في ارضهم بنتيجه 1-0 بهدف لعماد متعب. المصريين بداوا يتفائلوا اكتر واكتر، بس المصريين قالوا لك كل دي ماتشات وديه، استنى لما نروح التصفيات تاني ونشوف المنظر هيبقى عامل ازاي. وها هي لحظه الحقيقه، العوده لتصفيات المونديال، واول ماتش كان مع ليبيا اللي مخسرنا 2-1 في اخر مباراه، رحنا كسبانين ليبيا 4-0. بعدها بقينا مركز ثالث في التصفيات، وكسبنا السودان بعدها 6-1. التفاؤل بدا يزيد اكتر واكتر، وان احنا بدانا نبني منتخب قوي بجد. الماتش الجاي قدام ساحل العاج صاحب المركز الاول في المجموعه، دروجبا والرجاله قاموا بالواجب عشان نخسر ساعتها الماتش ده 2-0 عشان ينتهي الحلم ساعتها رسميا. هو كان منتهي اصلا من بدري، ولكننا حاولنا على الاقل. الاهلي قبل بدايه افريقيا على طول كسب دوري ابطال افريقيا السنه دي، والزمالك كمان كان واصل نص النهائي لنفس البطوله. الاهلي والزمالك كويسين، ده غير الفرق اللي في نص الجدول عندها لعيبه كويسه جدا وتقدر تساعد المنتخب. المكاسب اللي حققناها في الفتره الاخيره ادتنا ثقه كبيره جدا، ولكننا عايزين زقه بس. ولكن فرق زي الكاميرون وساحل العاج ونيجيريا والمغرب اقل فرقه فيهم عندهم 6-7 محترفين، مصر كان عندها 2 بس. بدانا التجهيز للبطوله بمباراه وديه قدام تونس عشان نخسر 2-1 عشان الثقه ساعتها تتهز شويه قبل البطوله بشهرين. مجموعه مصر ساعتها كانت مرعبه، فيها ساحل العاج والمغرب وليبيا. ساحل العاج اللي خرجنا من كاس العالم بشكل مباشر، المغرب تفوقت علينا في اخر 13 مباراه، واخر مره كسبناها كانت من 20 سنه، وليبيا اللي لسه كسبانه من كام شهر. المصريين ما كانش عندهم امل كبير في البطوله دي، ولكننا كان لازم نلعب بشكل كويس على ارضنا. كسبنا ودي على اوغندا، بعدها كسبنا السنغال ب4-0، ولكن ساعتها السنغال ما كانش بالفريق الاساسي تماما. وقبل البطوله بايام نخسر من جنوب افريقيا بنتيجه 2-1. ساعتها الكل كان بيتمنى اننا نصعد من المجموعات بس حتى، ده غير طبعا الضغط الكبير اللي كان على حسن شحاتة سبب عدم استدعائه لحازم امام واحمد بلال. وفي المقابل راح جاب لعيبه محدش يعرفها زي احمد عيد عبد الملك من حرس الحدود، لكن اللعيبه كلها وقفوا في صف بعض، وكلهم قالوا تصريحات متفائله جدا بالفوز بالبطوله. عشان من اللحظه دي
يبدا الجيل الذهبي للمنتخب المصري. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، واكيد تضغط على جرس التنبيهات عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديده. خلص الكلام.